فعلا صح، طبعا صح. برافو، اكيد مليون المية. طيب ماشي فعلا. تابعت الكومنتات وردود الافعال اللي كانت عن الحلقه اللي فاتت اللي كان فيها معايا لؤي فوزي، وقررت ان فعلا في حاجات صح وفي حاجات مش هقدر اتنازل عنها. ده مش بودكاست، ده برنامج يوتيوب بالفورمات البسيطه لبرنامج يوتيوب. الهدف منه ومن البرنامج ككل اننا ما نحددش الكلام وناخدك لافكارنا بس، ولكن نعمل نقاش. النقاش ده حضرتك هتسمعه وتبقى جزء منه بانك تشوف ايه اللي فعلا متوافق مع افكارك وايه اللي فرق معاك حتى ولو فكرة واحدة. ومن هنا هروح لموضوع حلقة النهاردة اللي أنا بعملها عشان أرد على جدل على فيسبوك اليومين اللي فاتوا. هل فعلا السعي بلا نتيجة يساوي صفر؟ تعالوا نشوف. اللي راح في لعب يرجع في لعب. هل الخطاب التحفيزي واللايف كوتش اي كلام؟ في الحقيقه تختلف او تتفق مع الفكره، ففي وجهه نظري الشخصيه خطاب واحد او جمله حماسيه واحده قادره تغير في مصير بشر كتير. في امثله تاريخيه كتير عن خطب تاريخيه، وفي تاريخنا المصري الحديث امثله كتير جدا فرقت في عمر المصريين. بس انا هستخدم مثال واحد. 28 اغسطس 1963 خطاب مارتن لوثر كينج عند النصب التذكاري للينكولن، واللي قاله قصاد حشد ضخم وهو بيتكلم عن الفصل العنصري. ايه المميز في الخطاب ده؟ ده خطاب تحفيزي مهم جدا، والمفاجأة ان النص التاني من الخطاب ما كانش مكتوب، كان مرتجل. والنص الاول المكتوب كان مع واحد اسمه جورج ريفلينج، واتعرض عليه 3 مليون دولار تمن للورقة دي. طيب ليه ارتجل؟ ليه؟ علشان شاف وحس الناس وقتها عايزة تسمع ايه؟ مش عايزة تسمع كلام متحضر لها، وارتجل. وكان خطاب تحفيزي تاريخي في حياة ناس كتيرة جدا. مصر فيها كتير لايف كوتشز ومتحدثين تحفيزيين، وواحد من اشهرهم دلوقتي هو صلاح ابو المجد. صلاح ابو المجد المحاضر وخبير التسويق والمبيعات كتب بوست بيتكلم فيه عن ان السعي بيساوي صفر لو ما كانش ليه نتيجة، وان المحاولة بس تساوي صفر، وان مفيش شرف في المحاولة طالما مفيش نجاح. وبعدها كمل على الكلام ده بانه لسه عند كلامه، وان البوست كان بسبب واحد صاحبه فشل في محاولة وقرر يوقف ويكتفي بشرف المحاولة. فاستاذ صلاح ابو المجد قرر ان ده عموم البشر، وان صديقه شرف المحاولة بالنسبة له ما كانش فيها اي نتائج. طبعا ناس كتير ردت على الكلام ده بمفاهيم كتيرة جدا سواء دينية او دنيوية، وده مش مزايدة على استاذ صلاح، كل واحد حر يبقى عنده قناعات. لكن دلوقتي هتكلم عن وجهة نظري في السعي. هل السعي بيساوي صفر؟ مستحيل. مستحيل يكون السعي بيساوي صفر. مستحيل ان المحاولة ما فيهاش شرف، شرف المغامرة، شرف الاستمرارية، شرف الوصول للنهاية سواء بنجاح او لا. السعي كمفهوم ديني له نتيجة في الدنيا وفي الآخرة. يعني كلنا مثلا بنعيش حياتنا كلها بنحاول نوصل لأعلى درجة ممكنة من الإيمان، بس في النهاية هل في حد وصل للكمال؟ بالطبع لا. وبكده طالما ما فيش حد هيوصل للكمال يبقى احنا بنحاول ليه؟ ده من مفهوم استاذ صلاح ابو المجد. فكده يبقى ما نحاولش. لو السعي والتجربة مرتبط بالنتيجة وبالنهاية يبقى ليه نحاول اصلا؟ ومن المفهوم الديني ده وعد للساعي والصابر على كل حاجة حتى رحلة السعي. وعلى مستوى الدنيا فانا نتيجة سعي، انا نتيجة مليون طريقة سعيت فيها، وانت كمان. خبرات ونتائج وافكار وحلول، والنجاح اصلا نسبي. استاذ صلاح عند كتير من الناس ناجح، وعند كتير من الناس لايف كوتش جديد شويه وهيختفي، ولذلك النجاح نسبي. ممكن اللي انا وصلت له يكون بالنسبه لك مش ده النجاح، بس بالنسبة لي يكون ده النجاح. في حد بالنسبة له النجاح انه ينجح في امتحان، مش لازم يعني ياخد نوبل علشان يبقى ناجح. في النهاية هو ده مقياس النجاح بالنسبة له. واحنا اصلا عايزين ننجح ليه؟ علشان السعادة والراحة. فطالما انا حققت السعادة والراحة فده معناه ان انا نجحت. فالنجاح نسبي. على فكرة انا عارف ان استاذ صلاح في النهاية كان عايز يقول للناس ما تبطلش سعي، وده كلام جميل ومحترم وانا بتفق معاه، بس اسلوبه المعتاد في جذب الانتباه بنقد
واخده حاجه من الثوابت وتكون عكس المنطق هو اللي اجبره انه يقع في الخطأ. المحاوله بتاعتك حتى لو ما نجحتش فهي بتخليك مستعد للمحاوله اللي بعدها. طريق وانت بتنهيه بتكون مستعد لبدايه طريق تاني. حتى لو محاوله من المحاولات ما كانش نهايتها نجاح، ففي النهايه هي طريق بينتهي وبيحضرك للطريق اللي بعده. محاوله بتديك خبرات علشان تبتدي في المحاوله اللي بعدها. في النهايه هتوصل للي انت عايزه. استاذ صلاح كان قصده بلاش نرمي على شماعات، بلاش نقول شرف المحاوله علشان نوقف ونرضي نفسنا بالكلمه دي. بس في حاجه ما خدش باله منها، ان الناس بتقول شرف المحاوله قبل ما تدخل المحاوله مش بعد ما تدخل المحاوله. انا بشوف كل الناس بتتكلم عن شرف المحاوله قبل ما تحاول، ده حاجه بتشجع بيها نفسها. بيدخل المحاوله وهو بيقول حتى لو ما نجحتش كسبت شرف المحاوله. شرف المحاوله هنا بقى هو خبرات وتعليم وحاجات كتيره جدا بتساعدك للمحاوله اللي بعدها. نادرا قوي لما بشوف ناس بعد التجربه ما تفشل يقول لك كسبت شرف المحاوله. بس خلينا نتفق مع الاستاذ صلاح جدا في فكره بلاش شماعات يا جماعه، ولكن في النهايه مستحيل السعي يساوي صفر. السعي بيساوي قوه واستمراريه سعي ونجاح، او انسان حاول بكل طاقته وراضي عن نفسه. والا كل ما حد انتهى من السعي في طريق بالشكل ده يبقى ايه لازمة الحياة؟ السعي مفتاح من مفاتيح الامل، والامل هيفضل موجود بالناس اللي بتسعى للنجاح. واستاذ صلاح ما نجحش من اول طريق سعى فيه، انا متأكد من ده، لكن هو حاول كتير عشان يبقى بيقول اللي بيقوله وبيعمل اللي بيعمله دلوقتي ومحدد نفسه كشخص ناجح. طب هل السعي بيساوي صفر؟ السعي بيساوي 1، والسعي اللي بعده بيساوي 2، والسعي اللي بعده بيساوي 3. فاوعى تبطل تسعى، وتعلم امتى تخرج من الطريق في الوقت المناسب وانت محدد مكاسبك ومستعد للي بعده، وارمي ورا ظهرك. خلينا ناخد البوست بتاع صلاح ابو المجد للجانب الكويس، واللي بيقول اوعى توقف سعي، وانك محتاج تنجح قبل ما توقف سعي حتى لو النجاح نسبي. شوف النجاح بالنسبه لك هيكون ايه ووصل له، واوعى توقف سعي. بس كده، فكر انت بقى ووصل للي هينفعك في كل ده. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.